عدة تعديلات يعني يريدونها. مثلا أولا يقولون يعني منع الزواج أو تجريم الزواج، ماشي المنع، تجريم الزواج قبل 18 سنة. بمعنى واحدة عندها 17 ونص ولا واحد عنده 17 ونص بغاو يتزوجوا يمشيو للحبس، واللي زوجهم يمشي للحبس. بأي منطق هذا؟ أعطونا الحد المنطقي. لأن لما يعني نبحث، لأن الناس اللي عندهم شوية ديال اليوم الحمد لله محركات البحث كتعطينا واحد المجموعة الإمكانيات. كتمشي تقلب سن الزواج كتلقى النرويج، النمسا، كندا، ألمانيا، اليابان 16، دنمارك، إستونيا، موناكو، ليتوانيا 15، المكسيك وإسبانيا 14، 13 عام في 13 ولاية في أمريكا. 13 عام هذه ما تساوهاش، 13 عام في 13 ولاية في أمريكا ممكن الزواج. إكوادور 12 عام. فبالتالي يعني 18 منين؟ يعني منين جات 18؟ طبعا هذه حالات، اللي كنقولوا 12 ولا 13 ولا 14 هذه حالات استثنائية، حتى في المغرب استثنائية. شحال من الزواج ديال كيسميوهم الصغيرات، ولكن اللي كتخرج مع صاحبها وتفسد ما كتبقاش صغيرة. شحال ديال الزواج ديال أقل من 18 عام كيسميوهم زورا قاصرات؟ 5000 حالة في العام. شحال هي 5000 حالة على 30 مليون البشر؟ لا شيء قليل جدا. ثم تكون هناك موافقة القاضي، فبالتالي القاضي أصلا نظر في الملف وأعطى موافقته، فمجموعة من الحالات كترفض. نادر، والنادر لا يلتفت إليه، لأن دائما القواعد لها بعض الاستثناءات. أي قاعدة اجتماعية عندها استثناءات.